أهلا بيكم. النهاردة بنغوص في مادة أنا شايفة إنها مفيدة ومهمة جدا، جاية من كتاب التعافي العاطفي للمبتدئين. أهلا بيكي. فعلا الكتاب ده مميز، بيقدم كده زي خريطة طريق بتساعدنا نفهم عالمنا الداخلي المعقد ده شوية. بالظبط، من أول بقى طبيعة مشاعرنا البيولوجية لحد خطوات عملية نقدر ناخدها علشان نحسن صحتنا النفسية وكده. تمام. ومن أكتر الحاجات اللي لفتت نظري فيه هي فكرة إننا محتاجين نعيد النظر في علاقتنا بمشاعرنا دي. إزاي يعني؟ كتير بنتعامل مع نفسنا كأننا كائنات بتفكر وعندها مشاعر، كأن المشاعر دي حاجة إضافية. فهمة قصدك. لكن الكتاب بيقول العكس، بيقول إننا في الأساس كائنات بتحس وبتفكر. المشاعر مش حاجة ثانوية أبداً، دي جزء أصيل مننا، هي اللي بتحركنا بشكل كبير قوي. فعلا، وده بيخلي مهمتنا النهاردة واضحة. عايزين نستخلص أهم الأفكار والنقط العملية من الكتاب ده، بالظبط، عشان نفهم نفسنا ومشاعرنا أعمق شوية. ونعرف إزاي بقى نتعامل معاها بطريقة صحية أكتر، طريقة تخدمنا في حياتنا. يلا بينا نبدأ ونشوف الكتاب ده بيقول إيه. يلا بينا. طيب، أول نقطة الكتاب بيوضحها ومهمة قوي، إن المشاعر دي مش مجرد دوشة في الخلفية كده وخلاص، لا طبعاً. أو حاجة بنتمنى إنها تختفي لما تكون مزعجة. لا خالص، دي ليها وظيفة أساسية. مظبوط، زي ما يكون عندك بوصلة جواكي شغالة طول الوقت بتوجهك. بوصلة؟ إزاي؟ هي بالظبط كده، بوصلة بتوجهنا للي يهمنا بجد. والكتاب بيربط ده بشكل مباشر باحتياجاتنا الإنسانية الأساسية. احتياجاتنا الأساسية؟ أيوة، بيقدم أداة عملية سماها مراجعة الاحتياجات العاطفية. الفكرة بسيطة، كل شعور وخصوصاً المشاعر الصعبة زي القلق أو الإحباط أو الوحدة ممكن يكون رسالة بتقول إن في احتياج أساسي عندك مش متلبي كويس. زي إيه الاحتياجات دي؟ كتير بقى، الإحساس بالانتماء، بالتقدير، بالأمان، بالاستقلالية، حتى باللعب والمرح، حاجات أساسية لينا كبشر. الرسالة دي بنقدر نتعامل مع السبب الحقيقي للشعور بدل ما نقعد نحارب الشعور نفسه وخلاص. ياه، دي نقلة في التفكير فعلا. بدل ما أقعد ألوم نفسي إني متضايقة وزهقانة، بالظبط. هو إيه الاحتياج اللي جوايا اللي بيصرخ دلوقتي؟ يمكن محتاجة أتواصل أكتر مع الناس، يمكن عايزة أحس إني بنجز حاجة. تماماً، هي دي الفكرة، ودي نقلة مهمة جداً في الوعي. وده بقى بيوصلنا لنقطة تانية جوهرية قوي، الارتباط الوثيق بين العقل والجسم. دي نقطة دايما بسمع عنها. لأن مشاعرنا مش مجرد أفكار طايرة في دماغنا وخلاص، لأ، دي تجربة جسدية كاملة. الكتاب يشرح إن الجسم بيتفاعل وبيستجيب للمشاعر دي فوراً ومباشرة. إزاي بيتفاعل؟ ممكن يبعت لنا إشارات جسدية واضحة جداً لو في حاجة مش مظبوطة عاطفياً. زي الصداع المتكرر مثلا؟ بالظبط، أو شد في الرقبة، مشاكل في الهضم، حاجات كتير. كل دي ممكن تكون طرق الجسم بيقول بيها انتبهي، في حاجة هنا محتاجة تبصي عليها. وده بقى بيدخلنا لمنطقة تانية مثيرة قوي، إزاي الجسم بيترجم التهديدات دي، خصوصاً التهديدات اللي بنعتبرها عاطفية أو نفسية في حياتنا اليومية دي. الكتاب هنا بيشرح آلية بيولوجية قديمة جدا ومهمة، اسمها استجابة القر أو الفر أو التجمد، fight, flight or freeze. سمعت عنها، دي بتاعت البقاء؟ تمام، دي آلية تطورت أصلاً عشان تساعدنا ننجو من الأخطار الحقيقية زمان، هجوم حيوان مفترس مثلاً. تمام. لما المخ بيحس بخطر، وده بيحصل في جزء اللاواعي بسرعة رهيبة، بيبدأ يدي إشارات للجسم إنه يستعد. يستعد إزاي؟ إيه اللي بيحصل جوانا بالظبط؟ الجسم بيعمل فورة كيميائية صغيرة، بيفرز هرمونات التوتر، أشهرها الأدرينالين والكورتيزول. هرمونات التوتر. الهرمونات دي بتعمل تغييرات فسيولوجية سريعة جداً. القلب يدق أسرع عشان يضخ دم أكتر للعضلات، التنفس يزيد عشان نوفر أكسجين، العضلات بتنقبض وتتأهب للحركة، كل ده في لحظات. بالظبط، الحواس بتبقى يقظة أكتر، وحتى وظائف الجسم اللي مش ضرورية للنجاة الفورية زي الهضم مثلا ممكن تتباطأ. كل ده عشان يجهزك يا إما تواجه الخطر fight أو تهربي. بالظبط، أو تهربي منه flight، أو في بعض الحالات تتجمدي في مكانك كأنك مش موجودة freeze. المشكلة بقى زي ما الكتاب بيقول إن مخنا ده
ساعات ما بيفرقش بين خطر حقيقي زي عربية جاية تخبطني مثلا بالظبط. وخطر تاني نفسي أو اجتماعي، زي إني هستقبل مكالمة من حد زعلان مني، أو مديري في الشغل بيبصلي بصة مش مريحة. الاستجابة هي بالظبط. وهنا بتحصل المشكلة الكبيرة بقى. حياتنا الحديثة دي مليانة مواقف بتثير استجابة التوتر دي بشكل مستمر. أكيد. لكن المواجهة الجسدية أو الهروب غالباً مش خيارات مناسبة أو ممكنة أصلاً. الكتاب بيستخدم تعبير دقيق قوي بيوصف الحالة دي. بيقول إن العقل الواعي المنطقي بيحصل له زي اختطاف. اختطاف؟ هايجاكت؟ بالظبط. بيتم اختطافه من الجزء البدائي في المخ المسؤول عن الاستجابات العاطفية الأوتوماتيكية السريعة دي. في قصة في الكتاب بتوضح دي قوي، قصة جون اللي كان لسه منفصل عن حبيبته وكان متضايق جدا يعني، فاكراها. وهو في البار مع زميله قام زميله ده قايل تعليق سخيف عنها كده. فجأة جون لقى نفسه بيضرب زميله ده. هو ده مثال واضح جدا على الاختطاف ده. رد فعل عنيف وغير متناسب تماما نتيجة ان الزناد العاطفي اتضرب عنده فجأة. والمشكلة الأكبر بقى لما نفضل نتعرض للمواقف دي اللي بتستفز الاستجابة دي بشكل متكرر ومستمر. أيوة، من غير ما نسمح للجسم إنه يرجع لحالة الهدوء والتوازن الطبيعية بتاعته. هنا بندخل في دايرة خطيرة اسمها التوتر المزمن أو chronic stress. وده بيعمل إيه؟ ده مش بس بيخلينا حاسين بالإرهاق والقلق طول الوقت، لأ، ده له تبعات صحية جسدية خطيرة على المدى الطويل. زي إيه التبعات دي؟ ممكن توضح أكتر؟ الكتاب بيعدد أمثلة كتير لأمراض وحالات صحية ممكن تكون مرتبطة بالتوتر المزمن ده والمشاعر اللي بنكبتها. بيتكلم عن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يا ساتر. مشاكل جلدية زي الإكزيما أو الصدفية اللي بتزيد جداً مع التوتر، اضطرابات في الجهاز الهضمي زي القولون العصبي أو قرحة المعدة، ضعف في جهاز المناعة نفسه يخلينا أضعف وأكثر عرضة للأمراض. كل ده بسبب التوتر؟ وأكتر كمان، حتى آلام جسدية مزمنة زي آلام الظهر أو الرقبة اللي ساعات ملهاش سبب عضوي واضح، كأن الجسم خلاص بيصرخ عشان حد يسمعه بقى. كلام مهم جدا ومخيف شوية الصراحة. طيب لو الجسم بيتأثر للدرجة دي بمشاعرنا وبالتوتر، ده يخلينا نفكر، هل العناية بالجسم ممكن تكون بوابة للتعافي العاطفي؟ أكيد، ومش بس بوابة، دي جزء أساسي ومكمل للرحلة كلها. الكتاب بيخصص أجزاء مهمة للكلام عن إزاي تغييرات ممكن تكون بسيطة في نمط حياتنا تعمل فرق كبير قوي في حالتنا العاطفية. زي إيه التغييرات دي؟ بيتكلم مثلاً عن العلاقة المباشرة بين الأكل والمزاج، الفود مود كونكشن. في أنواع أكل معينة ممكن تزود الالتهابات في الجسم وتأثر سلباً على كيمياء المخ. وفي أنواع تانية تساعد؟ بالظبط، وأنواع تانية ممكن تساعد على التوازن وتحسين المزاج. دي نقطة مهمة. وإيه كمان غير الأكل؟ النوم طبعاً. النوم الكافي والمريح ده أساسي عشان المخ يقدر يعالج التجارب والمشاعر بتاعة اليوم ويرتب نفسه كده. أكيد. الكتاب كمان بيشير لمفهوم اسمه الإيقاع فوق اليومي أو Ultradian Rhythm. إيه ده؟ بيقول إن جسمنا وعقلنا بيشتغلوا في دورات، مدة الدورة حوالي 90 ل 120 دقيقة، وبعد كل دورة بنحتاج فترة راحة قصيرة حتى لو 5 أو 10 دقايق بس عشان نستعيد التركيز والطاقة. ناخد بريك صغير كل شوية؟ بالظبط. تجاهل الإيقاعات الطبيعية دي بيؤدي للإرهاق وصعوبة التعامل مع الضغوط بعد كده. وطبعاً ما ينفعش ننسى الرياضة والحركة. أهمية الرياضة معروفة طبعاً. ومش لازم تكون رياضة عنيفة على فكرة، حتى المشي المنتظم بيساعد الجسم يتخلص من هرمونات التوتر الزايدة دي ويفرز مواد كيميائية بتحسن المزاج زي الإندورفينات. تمام. فالعناية بالجسم مش رفاهية خالص، دي ضرورة أساسية للصحة النفسية. يبقى كده شفنا إزاي الجسم والمشاعر بيتفاعلوا. ننتقل بقى للعقل. الكتاب بيأكد بقوة على إن الطريقة اللي بنفكر بيها ليها تأثير حاسم على اللي بنحس بيه. دي حقيقة مركزية جداً في فهم التعافي العاطفي. أفكارنا ومشاعرنا دول بينهم علاقة زي الشارع اللي ليه اتجاهين رايح جاي، كل واحد بيأثر في التاني باستمرار. إزاي؟ الكتاب بيشرح فكرة التكييف أو البرمجة اللي هي conditioning. ببساطة تجاربنا اللي فاتت وخصوصاً في الطفولة بتعلمنا نربط مواقف معينة بمشاعر معينة. ممكن مثال؟ مثلاً لو طفل اتعض من كلب وهو صغير ممكن يفضل طول عمره يحس بخوف شديد أول ما يشوف أي كلب، حتى لو الكلب ده شكله أليف ووديع خالص. ده رد فعل متعلم ومتبرمج جواه خالص. وده بيحصل بشكل تلقائي غالباً من غير ما ناخد بالنا؟ تماماً.
في مستوى اللاواعي. كمان الكتاب بيتكلم عن فكرة النماذج العقلية أو mental models، القوالب اللي بنشوف بيها العالم ونفسنا. القوالب الذهنية دي؟ بالظبط. لو أنا مثلا عندي نموذج عقلي بيقول أنا لازم أكون مثالية في كل حاجة عشان الناس تحبني وتقدرني. كتير بيفكروا كده. تمام، فأي غلطة صغيرة هعملها هحس بفشل وإحباط شديد جدا، لأن الغلطة دي بتتعارض مع النموذج العقلي الأساسي ده. التوقعات غير الواقعية دي مصدر كبير للألم النفسي. ولفت نظري كمان التفريق اللي بيعمله الكتاب بين المشاعر المفيدة والمشاعر غير المفيدة. ممكن توضح لنا النقطة دي أكتر؟ حسها مهمة. هي فعلا مهمة. الفكرة هنا إن مفيش مشاعر كويسة ومشاعر وحشة في المطلق، كل شعور جاي برسالة. تمام. الحزن على فقدان شخص عزيز مثلا، ده شعور مؤلم أكيد، لكنه طبيعي ومفيد في عملية الحداد والتأقلم مع الفقد. ده بنسميه حزن مفيد. طيب، وإمتى يبقى غير مفيد؟ لو الحزن ده استمر بنفس الشدة والقوة لسنين طويلة ومنع الشخص إنه يعيش حياته الطبيعية ويمارس أنشطته، هنا بيتحول لحزن غير مفيد، بقى عائق ومحتاج تدخل. ونفس الكلام على الغضب أو الخوف. بالظبط. السؤال دايما هو، هل الشعور ده حاليا بيساعدني أتكيف وأنمو وأتعامل مع الموقف، ولا بيعطلني وبيسبب لي معاناة زيادة عن اللزوم؟ ده يخلينا نفكر في الطريقة اللي بنفكر بيها نفسها. هل في أنماط تفكير معينة بتزود المشاعر غير المفيدة دي؟ أكيد. الكتاب بيستعرض مجموعة من أنماط التفكير المشوه أو distorted thinking الشائعة جدا بين كلنا تقريبا. زي إيه الأنماط دي؟ زي مثلا التفكير بنمط أبيض أو أسود، اللي هو يا إما كل حاجة تمام 100 يا إما كل حاجة بايظة وضيعة، مفيش منطقة رمادية في النص. دي معروفة قوي. أو التعميم المفرط، زي لما تحصل حاجة وحشة مرة واحدة فنقول أنا حظي وحش على طول، أو كل الناس وحشة، بنعمم تجربة سلبية واحدة على كل حاجة. أو قراءة الأفكار. بالظبط. لما نفترض إننا عارفين الناس بتفكر فينا إزاي، وغالباً طبعاً بنفترض الأسوأ. الأنماط دي بقى زي ما تكوني لابسة نظارة بتلون كل حاجة بلون كئيب وبتضخم أي شعور سلبي. كلنا بنقع في الأنماط دي بدرجة أو بأخرى تقريباً. طيب، بعد ما فهمنا كل ده عن المشاعر والجسم والعقل، نوصل للسؤال الأهم بقى، نعمل إيه؟ إيه الأدوات العملية اللي الكتاب بيقدمها عشان نمشي في طريق التعافي ده؟ الكتاب بصراحة مليان استراتيجيات وأدوات عملية، وده من أحلى مميزاته. يمكن من أشهر الأدوات اللي بيركز عليها هي اليقظة الذهنية أو المايندفولنس. بنسمع الكلمة دي كتير قوي اليومين دول، ممكن تشرحي لنا ببساطة كده معناها إيه بالظبط؟ اليقظة الذهنية ببساطة شديدة هي إنك تكوني واعية ومنتبهة للحظة اللي انت فيها دلوقتي، بس كده. بس كده؟ أيوة، منتبهة لأفكارك وهي بتيجي وتروح زي السحاب، منتبهة لمشاعرك وهي بتظهر وتتغير، منتبهة لأحاسيس جسمك المختلفة. الأهم بقى إنك تلاحظي كل ده من غير ما تصدري أي أحكام. من غير أحكام؟ يعني إيه؟ يعني من غير ما تقولي الفكرة دي وحشة أو المفروض ما أحسش بكده؟ لا، مجرد ملاحظة فضولية ولطيفة، كأنك بتتفرجي على فيلم بيحصل جواكي. وفايدة ده إيه؟ الفايدة الكبيرة إن الممارسة دي بتخلق زي مسافة صغيرة بينك وبين الأفكار والمشاعر الصعبة دي. بدل ما تندمجي معاها وتبقي هي، بتبقي الملاحظ ليها. المسافة دي بتديكي فرصة تهدي وتختاري رد فعلك بوعي، بدل ما تنجرفي مع أول رد فعل تلقائي عصبي. وصلت الفكرة. والكتاب بيقدم تمرين ظريف اسمه تمرين الراديو. ده لطيف جدا. الفكرة إن عقلك ده زي الراديو، في محطات كتير شغالة طول الوقت، محطة القلق، محطة الندم، محطة لوم النفس، محطة الغضب. للأسف أيوة. فاليقظة الذهنية بتخليكي الأول تاخدي بالك وتلاحظي، هو أنا دلوقتي مولفة على أنهي محطة؟ مجرد ما تلاحظي بيبقى عندك القدرة يعني إنك تغيري المؤشر بوعي لمحطة تانية أهدى أو أكثر إيجابية. بالظبط كده. تغيير بسيط في التركيز لكن ممكن يعمل فرق كبير في إحساسك. وتطبيق تاني لفكرة تغيير التركيز دي هي قصة تشارلز والمغناطيس اللي حكيت عنها. قصة معبرة جدا. تشارلز ده كان محتفظ بمغناطيس أخته اللي مش بيحبها كانت اديتهوله زمان، وكان حاطه جنبه ليه؟ عشان يفضل فاكر قد إيه هي ضايقته وأذته. كان رابط نفسه بالماضي وبالأذى ده. لما بدأ يشتغل على تعافيه، فهم إن المغناطيس ده بيربطه بالماضي وبيأذيه هو أكتر. فعمل إيه؟ قرر يتخلص منه ورماه،
وحط مكانه حاجة تانية بتمثله معنى إيجابي وحاجة بيحبها. الخطوة دي ساعدته يغير تركيزه ومشاعره تدريجياً. وده ياخدنا لنقطة تانية مهمة قوي بيطرحها الكتاب، وهي التعامل مع الماضي. إزاي ممكن نفهم تأثير تجاربنا القديمة من غير ما نفضل محبوسين جواها؟ دي نقطة حساسة ومهمة جداً طبعاً. الكتاب بيشجعنا نفهم تأثير تاريخ العيلة وتجارب الطفولة والصدمات القديمة على شكلنا الحالي. بس ليه؟ عشان نفضل فاكرين؟ لا، مش عشان نلوم حد أو نفضل عايشين في دور الضحية. الهدف هو نفهم جذور أنماطنا الحالية عشان نقدر نحرر نفسنا منها بوعي. إزاي طيب؟ في فكرة قوية اسمها إعادة كتابة سيناريو الحياة أو اللايف سكريبت. كل واحد فينا من غير ما يحس بيبقى عنده سيناريو ماشي عليه. سيناريو؟ أيوة، سيناريو غير واعي مليان بمعتقدات وقواعد خدناها من الماضي عن نفسنا وعن العالم وعن العلاقات. الوعي بالسيناريو ده هو أول خطوة عشان نقدر نعدل فيه ونكتب سيناريو جديد يخدمنا أكتر في الحاضر والمستقبل. طيب، لو في مشاعر كتير مكبوتة من زمان أو حتى من دلوقتي، هل في طرق عملية للتعبير عنها وتفريغها غير الكلام؟ الكتاب بيقترح طرق كتير قوي تتجاوز مجرد الكلام، زي مثلا الحركة والرقص الحر. الرقص؟ لما تسمحي لجسمك يتحرك ويعبر عن المشاعر اللي جواه من غير أي قيود أو أحكام. كمان الغنى بصوت عالي حتى لو لوحدك في أوضتك ممكن يكون وسيلة تفريغ قوية جدا للطاقة المكبوتة دي. وإيه كمان؟ التعبير الفني بكل أشكاله بقى، الرسم، الكتابة الحرة، النحت، العزف على آلة موسيقية، أي حاجة إبداعية. الفكرة هي إنك تلاقي متنفس آمن للمشاعر دي بدل ما تتخزن جواكي وتعمل مشاكل. ودي نقطة مهمة قوي برضو. والمهم وإحنا بنعمل أي حاجة من دول إننا نحاول نسكت صوت الناقد الداخلي اللي جوانا ده. النقد الداخلي ده رخم قوي جدا، اللي بيحاول يقول لنا إيه اللي بتعمليه ده، أو شكلك أهبل، أو رسمك وحش. لازم نتجاهله ونكمل. وأخيراً، الكتاب بيتكلم كتير عن قوة التسامح. ممكن نختم كلامنا عن الأدوات بالنقطة دي؟ حسها محتاجة وقفة. التسامح أو الفورجيفنس فعلاً من أقوى وأصعب أدوات التعافي في نفس الوقت. الكتاب بيوضح إن التسامح مش معناه أبداً إننا بننسى الأذى اللي حصل، ولا بنبرره، ولا حتى لازم نتصالح مع الشخص اللي أذانا. التسامح في جوهره هو قرار داخلي، قرار بناخده عشان نحرر نفسنا إحنا. نحرر نفسنا من إيه؟ من عبء الغضب والاستياء والمرارة والحقد. التمسك بالمشاعر السلبية دي بيضرنا إحنا في المقام الأول أكتر ما بيضر أي حد تاني. بيستنزف طاقتنا وبيفضل حبسنا في الماضي. وده ينطبق على مسامحة الآخرين ومسامحة نفسنا كمان؟ طبعاً، يمكن مسامحة النفس بتكون أصعب ساعات. مسامحة نفسنا على أخطاء عملناها أو قرارات ندمانين عليها. الكتاب بيقترح تمرين عملي زي كتابة جواب للشخص اللي أذانا. جواب ونبعته؟ لا، مش شرط تبعتيه أبداً. تكتبي فيه كل مشاعرك بمنتهى الصدق، كل الغضب والألم والإحساس بالظلم. مجرد إخراج المشاعر دي على الورق ممكن يكون خطوة أولى قوية جداً نحو التحرر الداخلي ده. ياه، رحلة عميقة ومفيدة جدا جوه الكتاب ده. لو حبينا نلخص أهم الرسائل اللي طلعنا بيها، أقدر أقول إن أول حاجة هي إن مشاعرنا دي مش عدو لينا خالص. بالظبط، دي صديق بيحاول يوصل لنا رسالة مهمة عن احتياجاتنا اللي مش متلبية. وتاني حاجة إن عقلنا وجسمنا ومشاعرنا دول وحدة متكاملة ومترابطة، وكل جزء بيأثر ويتأثر بالباقي بشكل مستمر. تماماً. وتالت حاجة، إن طريقة تفكيرنا ليها قوة هائلة في تشكيل واقعنا العاطفي إيجاباً أو سلباً. والأهم من كل ده بقى إن الكتاب بيأكد إن التعافي العاطفي ده رحلة ممكنة ومش مستحيلة أبداً. أكيد، مش مجرد كلام نظري وخلاص، لكن في خطوات عملية واستراتيجيات واضحة ممكن أي حد يبدأ يطبقها في حياته بالتدريج. من أول تغيير أفكارنا وممارسة اليقظة الذهنية، للاهتمام بصحة جسمنا عن طريق الأكل والنوم والحركة، للتعبير عن مشاعرنا بطرق صحية ومبتكرة، وصولاً للتسامح اللي فعلاً بيحررنا من سجن الماضي. يعني الكتاب كله يعتبر دعوة حقيقية لكسر قيود الماضي ومراجعة القناعات القديمة اللي ممكن تكون بتعطلنا. بالظبط، عشان نقدر نعيش اللحظة الحالية بشكل أكتر وعي وحرية، ونبني مستقبلنا على أسس أقوى وأكتر إيجابية وصحة. وده هدف يستاهل السعي فعلا. ولو في فكرة أخيرة كده ممكن نسيب المستمعين يفكروا فيها بعمق بعد كل الكلام ده، هتكون فكرة التعاطف مع الذات، السيلف كومباشن. التعاطف مع النفس. الكتاب بيلمح لأهميتها.
كل الأدوات والاستراتيجيات اللي اتكلمنا عنها دي فعاليتها يتكون أقدر بكتير لو طبقناها بروح من اللطف والرحمة والتفهم تجاه نفسنا. يعني إيه؟ يعني إزاي ممكن نكون الصديق الداعم لنفسنا في رحلة التعافي الصعبة دي بدل ما نكون الناقد الداخلي القاسي اللي بيجلدنا على كل غلطة؟ يمكن التعاطف مع الذات ده هو مش بس أداة ضمن الأدوات، لكنه الجو العام، المناخ النفسي اللي بيسمح لكل بذور التعافي الصغيرة دي إنها تنمو وتكبر وتزدهر فعلاً. سؤال مهم فعلا. إزاي ممكن نعامل نفسنا بنفس الرقة والدعم اللي ممكن نعامل بيه صديق عزيز جداً علينا وبيمر بوقت صعب؟ سؤال يستحق التأمل والتفكير فيه.